السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. الاول اللي لسه اول مرة بيشوفني، انا اميرة سطور من مطبخ اميرة وريماس. وصفاتنا سهلة وبسيطة، بنقدم روتينيات خفيفة كده. تخزين، طبيخ، وصفات سهلة معانا. اللي لسه يعني الناس جديدة عندنا في القناة، فحابين نقول لهم ايه، اهلا وسهلا بيكم في القناة عندنا. وان شاء الله القناة تكبر بيكم وبدعمكم لينا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. واللهم ارحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين، وارحم والدي ووالدتي اللهم أمين. إن شاء الله النهاردة هنعمل تفريزات، اللي هو إيه، الخضار بتاع الشتاء اللي المفروض مش هنلاقيه في الصيف، وفي نفس الوقت كمان تفريزات لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين. حاجات بسيطة. أنا قبل كده لما كنت بعمل الخضار معاكم في أي أكل بنعمله، بقول لكم ان التخزين بتاع الخضار بتاعي بطريقه، انا جربت كذا طريقه، ودي اكتر طريقه انا وصلت لها، ما بتغيرش اللون. بتبقى كويسه جدا معايا، بتطلع الخضار بعد كده كانه فريش بالظبط. في ناس ما بتعملهاش كده، وفي ناس بتعملها كده. طريقتي الاول، احنا جبنا بسله عندنا في السوق دلوقتي. هي يعني انا الكلام ده بصراحه كان من حوالي اسبوع، بس انا كنت متاخره في تنزيل الفيديو. كان عندي شويه ضغوطات كده في شغلي، فعبال ما خلصت يعني وكده. جبت البسله. وحاليا هي سعرها تقريبا 15 جنيه. هي قربت تنقرض من السوق يعني، فاللي عايز يلحق بقى بسرعه. كنت كل اسبوع بجيب شويه كده، مثلا 2 كيلو او كيلو ونص مثلا، حسب بقى كان سعرها. بس اخر مره الاسبوع اللي فات انا جايباها ب 15 جنيه الكيلو. ما كانش حتى، كان ممكن الاسبوع اللي قبلها معايا كان مثلا الكيلو وربع ب 15. لكن قربت بقى تنتهي، فالناس ايه بتبقى سعرها غالي يعني، ما دام قربت خلاص انها تنتهي يعني. وما شاء الله اللي انا كنت جايباها المره دي كانت حلوه ومليانه، وكانت حبيتها مسكره جدا وكبيره. فانا جبتها وقشرتها يعني، فصصتها يعني، وغسلتها كويس جدا، اللي محطوطه في البوله قدامكم دي. وبعدين جبنا الجزر، برضو موجود في السوق، مش غالي خالص بقى دلوقتي يعني، ما شاء الله، ومسكر جدا جدا. قطعناه مكعبات زي ما انتم شايفين كده، علشان نجهزه للبسله. لما تيجوا تفرزوا البسله، حطوا معاها الجزر بتاعها، هيريحكم كتير قوي قوي. مش هياخد معاكم وقت، يا دوبك طلعي الكيس. ان كنت هتعمليه في صينيه، او هتعمليه في دمعه كده مع بطاطس، هيبقى الدنيا سهله جدا. جبت انا بقى، بصوا انا خلاص غسلتها بميه ساقعه من الحنفيه عادي خالص، مش ميه سخنه ولا حاجه. انا ما حطيتهاش في ميه سخنه ولا الكلام ده نهائي. جبتها وغسلتها، فصصتها وغسلتها، وزي ما انتم شايفين كده في البوله، سبتها تصفي ميتها بس خالص. وبعدين قطعت الجزر، وحطيت بقى حسب الكميه اللي انت شايفاها مناسبه ليكي في الاكل بتاعك. كل كيس كده. وطبعا الاكياس الصغيره دي بصراحه انا اكتشفتها احسن بكتير من الاكياس الكبيره. بتاخد على قد الاكله بالظبط يعني، وما بتاخدش. بنوفر في الاكياس الحقيقه، لانها طبعا سعرها هو اكيد زي الاكياس الكبيره، ولكن بتوزن اكتر طبعا، لان الحجم اصغر بكتير من الكيس الكبير. فانا اكتشفتها حلوه، عجبتني جدا يعني. زي ما شفتم انا خلصت دلوقتي تعبئه البسله، ما حطيتهاش في اي حاجه نهائي. يا دوبك فصصتها وغسلتها بس، وسبتها تصفي الميه بتاعتها. وبعدين قطعت الجزر مكعبات صغيره او حسب ما انت عايزه، وعبيتها في الاكياس بقى زي ما انت شايفه كده، حسب الاكله بتاعتك. وضغطت عليها، طلعت منها الهواء نهائي، ورحت لفه الكيس وربطاه. هو ده تخزين البسله اللي انا بعمله كل سنه، بيفضل معايا من السنه للسنه، حاجه في منتهى الجمال ما شاء الله. بتطلع معايا زي الفل. ما بتغيرش لونها، حتى لو انت شايفه ان هي مثلا كشت في بعضها جوه الفريزر، ده طبيعي انها بتكش في بعضها. مجرد ما بتطلعيها بتطبخيها على طول، بتحطيها بتنزلي بيها في الصلصه بتاعتك، او الدمعه، او سيان هتعمليها في صينيه زي ما انا كنت عملتها قبل كده. لو اولادك ما بيحبوش البسله بالدمعه دي، معظم الاولاد ما بياكلوهاش قد كده يعني، فبنضطر ان احنا نعملها لهم بطرق تانية. ممكن نعمل رز بالبسله، ممكن نعمل لهم صينيه بطاطس، صينيه البطاطس المدوره الكبيره دي. ونحط ونرشرش عليها بسله بالجزر بتاعها، ونحط عليها لحمه مفرومه. انا عملتها معاكم قبل كده على القناه، طريقتها حلوه جدا، وبتاكل الاطفال لو اطفالك ما بيحبوش البسله المدمعه. معظم الاطفال ما بتاكلهاش وما بتحبهاش، فبنحاول ندخلها لهم في اي طرق اكل تانية، ان هم ايه يستفادوا طبعا من البسله، لان هي مفيده جدا جدا. الخضروات دي كلها لاجسام اطفالنا، ربنا يحميهم ويبارك فيهم. يبقى احنا كده عملنا البسله مع بعض بطريقتها سهله وبسيطه، ولا اخدت منا اي حاجه. هجيلكوا بقى للكارثه الكبيره، اللي هو طبعا عمري ما جبت قلقاس وجيت اقطعه الا لازم يعني لازم اعلم على ايدي واعوره. اسهل طريقه ان احنا نقطع بيها القلقاس زي ما انت شايفاه بالطريقه دي، فوطه نظيفه صغننه كده من بتاعه المطبخ في ايديكي،
هتمسكي هتقطعي شرايح مدوره زي ما انت شايفاه. مع كل تقطيع حسيتي ان ايدك فيها مثلا ايه زي الزملقه والحاجات اللي بتبقى جوه القلقاس دي، امسحي بالفوطه النظيفه. الفوطه دي لمسحه القلقاس فقط لا غير، ما ينفعش تدخلي معاها فوطه تانية خالص. فوطه نظيفه من بتاعه الوش كده، او فوطه مطبخ من اللي هي مثلا بتنشفي في ايديك تكون نظيفه لسه مغسوله، وقطعي شرايح مدوره زي ما انت شايفاها. واقلبي بقى قطعيها على قد ما تقدري ايه شرايح، وبعد ما تقطعي الشرايح قشريها. اسهل طريقه ان انت تقشري بيها القلقاس. طبعا كان بالنسبه لي موضوع صعب قوي ان انا اقعد اقشره وانا ماسكه في ايديا كل ده، وكنت ساعات اقول ايه, للخضري ممكن تقشرهولي، بس برضو لا. طب ما هو لما انا قشرته قبل كده عنده، اما روحت البيت لقيته طبعا من بره لم اتربه معايا، لانه ما ينفعش، لازم تكون في حته نظيفه. طبعا مشكله كبيره قشره القلقاس بتتعبنا جدا وتعور ايدينا. لا دي انا لقيتها اسهل طريقه بصراحه. اهو انا قطعت مكعب دورات كبيره كده، دوريات، وقلبتها وقطعت بقى ايه اي قطع كده بس تكون على قد ايدي زي ما انت شفتوا في الاول، عشان اقدر ان انا اتملك ايديا فيها يعني، وما اعورش نفسي بالسكينه. لان طبعا القلقاس قشرته ناشفه عن اي خضار زي ما احنا عارفين، بيبقى رخم جدا في التقطيع بتاعه. ومع كل مره بتمسحي ايديكي في الفوطه، لا هنغسل ايدينا ولا ينفع نبله ولا الكلام ده. في ناس بعد ما بتقطع القلقاس وبتجهزه يعني يبقى مكعبات، بتشطفه بالميه. طبعا انا مش يعني انا ما بفضلش الموضوع ده لسبب واحد، ان الماده اللي جوه القلقاس دي يا جماعه اللي هي لزجه دي، الماده دي يعني هي دي الفايده بتاعت القلقاس كله. يعني انا مش عارفه هم ليه بيغسلوه بالميه، مش فاهمه الحقيقه. يعني يقول لك عشان ما يطلعش ريم على وش القلقاس وانت بتطبخيه، لما اصلا الماده جوه القلقاسه نفسها. وبعدين احنا لما نيجي نطبخ القلقاس اصلا، طب ما انت كده كده بتعصري عصره ليمونه في ميه، يعني لما تيجي تسلقي القلقاس الاول قبل ما تحطي الخضره، بتعصري ليمونايه كده عليه اولا، بتشيل اي اللي هو زي الريم اللي بيتكلموا عليه، او زي اللي هي زي ايه رغاوي كده مثلا على وش ميه القلقاس. مفيش الكلام ده. شوفوا بقى بسم الله ما شاء الله طلع كله قد بعضه ازاي معايا. طريقته سهله قوي وبسيطه جدا، ومش هتاخد منك وقت، بالعكس هتخلصيه بسرعه. يعني دول كانوا ما شاء الله الله اكبر، القلقاستين دول كانوا عاملين معايا حوالي 3 كيلو ونص. هم يبدو انهم مش 3 كيلو ونص، بس لا هم كانوا 3 كيلو ونص. وما شاء الله عملوا معايا كميه حلوه قوي. يعني انا ما جبتش كتير، يعني مثلا جبت المره دي دول، ورجعت جبت مثلا الاسبوع اللي وراه مثلا ايه زيهم كمان، بس خلاص. لان طبعا ايه يعني هو خضار من ضمن الخضار اللي بيتفرز لرمضان، ومن ضمن الخضار اللي هو بتاع الشتاء اللي ما بنلاقيهوش في الصيف، فبنفرزه طبعا بطريقه سهله جدا. زي ما انتم شايفين انا قطعته، وبعدين قطعته كله بقى ايه شرايح طويله كده، كله قد بعض اهو ما شاء الله. زي ما انتم شايفين طريقتها سهله جدا، مش هتعور عليك ايديكي خالص نهائي، مش هتجرحك. يعني انا ما كنتش زي ما قلت لكم القلقاس ده كان مشكله عندي، عقده لازم اجرح ايدي كل ما اجي اقطعه او اقشره الحقيقه. بس الحمد لله يعني قدرت ان انا اتوصل للطريقه دي. عجبتني وحلوه قوي يعني ما شاء الله. انا شفتها فين الطريقه دي؟ انا كنت عند اختي في القاهره، فاحنا اشترينا قلقاس وكده، فانا بقول للخضر اللي هناك ايه، بيقول لي خشي تاخدي قلقاس يا ابله. قلت له القلقاس ده بيتعبني جدا في التقشير. قال لي طب ليه؟ طب استنى تعالى يا فلان اعمل لها القلقاس. لقيته واقف فلان ده اللي شغال معايا ربنا يبارك له، انا خدت منه الطريقه دي الحقيقه. قطع القلقاس بنفس الطريقه اللي انا قطعتها دي، وعمل دوريات 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 وتك تك تك، وخلص القلقاسه في ثانيه. وما شاء الله كان ايديه فيها فوطه ناشفه تقريبا هو يعني فلان ده كان قاعد لتقشير القلقاس بس للناس، يعني مش انا لوحدي اللي بقول له ما شاء الله الطريقه دي سهله. قال لي ما هو الناس كلها بتيجي فاحنا بنقشر لهم عشان بيبقى صعب التقشير. فجزاه الله خيرا يعني ان انا خدت منه الفكره دي. فكانت طريقه بصراحه حلوه. واديني بقى قطعته مكعبات اهو كله ما شاء الله عمل معايا كميه حلوه قوي. وبرده حطيته في الكيس من غير غسيل، من غير ما اشطفه، من غير ما اعمل اي حاجه. ايدينا نظيفه اصلا. ما حطيناهوش في اي ميه نهائي، زي البسله بالظبط. فصصناها، عبيناها في الاكياس مع الجزر من غير ما نحط فيها اي ميه سخنه، ولا نسقطها في ميه سخنه ولا الكلام ده نهائي خالص. القلقات هكذا برضو زي الفل قدامك اهو، فضينا الهوا منه وعبيناه في الاكياس على قد الاكله بتاعتك، وتمام كده زي الفل. يبقى تاني حاجه معانا عملناها القلقاس وخلصت. خلصنا البسله وخلصنا القلقاس، ونيجي بقى على الحاجه الحلوه اللي انا بموت فيها بحبها جدا، الفاصوليا. وانا بعشقها الفاصوليا دي. بس لازم الفاصوليا من الحاجات اللي لازم تغسليها كويس قوي قوي، وتنقعيها في شويه ميه بخل. انا هنا جبتها وشطفتها كويس قوي قوي، ونقعتها في الميه نظيفه، وحطيت عليها قد ايه ربع كوبايه خل كده، لان ما شاء
شاء الله كنت جايبه كميه حلوه، يعني مش كبيره قوي، بس بالنسبه لي يعني كل اسبوع كده ما بجيب حاجه عشان ما تبقاش ايه تتعبك او تهبطك في التخزين او الكلام ده، لان طبعا احنا مش قاعدين بس لان احنا نجيب الحاجه من السوق ونقعد نعملها، في ورانا مسؤوليات ومشغولات تانية. طبعا احنا جبناها بقى، هنشيل بقى العنقودات من فوق ومن تحت كده. عايزه اقول لكم ان لو عندك طفل صغير او بنوتك ممكن تقدر تساعدك، شيلي لها بس، او هي ممكن تعلميها ازاي تستخدم السكينه الصغيره بالبتاع دي. سهله قوي لانها خفيفه، مش ناشفه او حاجه انها ممكن تجرحها. وكمان نحط لها بقى البلانشه كده وتقطع الاطرف بتاعتها الصغننه دي، وبعدين تبدا تحط كام واحده على بعضهم وتقطعها يعني ايه قد عقله الصباع. زي ما قلنا قبل كده ما شاء الله ربنا يبارك في اولادنا، لازم نعلمهم حب المطبخ ودخول المطبخ وازاي توفري وتدبري وتبقي ست بيت شاطره كده. ما ينفعش كل حاجه تجيبيها متفرزه من بره. طبعا الحاجات معظمها بره بيبقى ما شاء الله نضيف وكل حاجه، ومعظمها بره ما بقاش نضيف تماما. يعني انا جربت كذا مره ان انا اجيب من بره برده خضار، لقيته مش حلو نهائي. قلت طب على ايه الكلام ده؟ من فتره كبيره، يعني من الفتره دي اللي هي مثلا من 3 4 سنين كده يعني. فلأ، إحنا نعمل حاجتنا في بيتنا بنضافة. أنا هنا جيت خلّصت، طبعًا هي مغسولة وزي الفل وقطّعناها قد عقلة الصباع كده أو حسب ما أنتِ تحبّي، وبرضه زي البسلة بالضبط، أنا لا حطيتها في مَيّة سخنة ولا عملت الكلام ده نهائي خالص، شطفتها كويس جدًا وقطّعناها حسب التقطيعة اللي أنتِ عايزاها، وبتعبّيها في الأكياس بتاعتِك وتصفّي منها الهوا، بتشيليه كده وتربطي الكيس وتمام كده وزي الفل. وهو ده النهارده التخزينات بتاعة الخضار، لا حطينا في مَيّة سخنة ولا حطينا في مَيّة باردة ولا الكلام ده، بتطلّعيها على الطبيخ على طول. ما ينفعش تطلّعي أي خضار إلا لمّا يكون على الطبيخ على طول، يعني المَيّة بتاعته بتغلي أهي، أو الدمعة أو الطماطم اللي هتنزّليه أو أيًا كان هتعمليه شوربة خضار أو غيره، تبقى الحاجة بتغلي على النار ويطلع من الفريزر يخُش. ما عدا الملوخية، هي الملوخية الوحيدة تقريبًا على ما أتذكر يعني إنها لازم الأول أفكّها وبعدين إن أنا أعملها. أدي البسلة معانا ما شاء الله زي الفل أهي، اللي كده طالع منها الهوا خالص، والقلقاس اللي إحنا عملناه زي الفلين زي الفل الواحد ما شاء الله، طريقته سهلة وبسيطة وتقطيعه معانا وشكل المكعبات كلها قد بعضها تفرح كده يعني ما شاء الله. وكمان القلقاس حلو جدًا، جدًا بتاع الشتا، زبدة يا جماعة ما شاء الله، الله أكبر يعني. وكمان هاجيب البسلة اللي إحنا عملناها، وهو ده الفيديو بتاعنا النهارده، إن شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه. وطبعًا لسه التخزينات التانية بقى، عملنا صلصة طماطم وغيره، ونشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، ومع السلامة.